السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحلواني. لو أول مرة تشوفني اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اللي جاي. إيه اللي يخلي مملكتين كبار زي إنجلترا وفرنسا يتخانقوا ل100 سنة كاملة؟ إيه اللي يخلي العرش والأرض يعملوا بينهم حرب ملهاش نهاية؟ تعرف إن الحرب دي غيرت أوروبا كلها؟ تعال نشوف. كان يا مكان زمان في العصور الوسطى كان في مملكتين كبار قاعدين جنب بعض على الخريطة، انجلترا وفرنسا. الدنيا كانت ماشية تمام لحد ما قرروا انهم يتحاربوا، بس مش بأي حرب، لا، قرروا يخلوها حرب ماراثونية طويلة، حرب ال100 سنة اللي فعليا استمرت 116 سنة. بس عشان نختصر الحسبة سموها حرب ال100 كده على البركة. القصة بدأت لما ملك فرنسا تشارلز الرابع قرر ياخد بريك أبدي وتوفاه الله من غير ما يخلف ولد يورثه. في ساعتها ظهر ملك انجلترا ادوارد الثالث وقال بما ان ماما كانت اخت الملك يعني الخال والد، يبقى انا الوريث للعرش. فرنسا طبعا ما عجبهاش الكلام وردت عليه يا عمنا ده عرشنا، ورشحوا حد تاني من العيله يكون ملك عليهم، واختاروا فيليب السادس وقالوا ملك على كيفنا مش هنسيب بلدنا للاجانب. ادوارد اتضايق وقرر يقلب الترابيزه، وفي 1337 اعلن الحرب رسميا وقال هاخد حقي. فكانت اول خطوه ان انجلترا تسيطر على البحر. فرنسا بقى كنوع من الزنقه حاولت تسيطر على مقاطعه جاسكوني اللي كانت مصدر رزق مهم لانجلترا، وده كان فتيل الحرب. الانجليز في الاول كانوا عاملين شغل عالي في البحر وكسبوا معركه بحريه ضخمه في 1340 وسيطروا على القنال الانجليزي عشان يفضلوا يروحوا ويجوا على الشواطئ الفرنسيه براحتهم، والفرنسيين قاعدين متضايقين. القتالات كانت شغاله على الارض كمان، مره الانجليز يتغلبوا ومره الفرنسيين. وفي 1356 الانجليز كسبوا معركه بويتيه واسروا الملك الفرنسي جان الثاني. بس بعد كام فاصل من المفاوضات والمقايدات اتفقوا على هدنه مؤقته. الهدنه ما طولتش ورجعت الحرب تاني. هنا بقى فرنسا قررت تلعب بجديه، وظهر امل جديد في القرن ال15 ببطل من نوع خاص، جوان دارك، اللي قالت انها جايبه رساله من ربنا لمساعده فرنسا. رفعت معنويات الجيش والشعب وكسبوا معركة تحرير أورليان سنة 1429، لكن النهاية كانت حزينة لما مسكوها واتهموها بالسحر وأعدموها. وأخيرا سنة 1453 انتهت الحرب، فرنسا كسبت وطلعت الإنجليز من أراضيها وسابت لهم مدينة قالية. بس لحد ما خدوها سنة 1558 فرنسا طلعت بقوة وشعور وطني، وانجلترا رجعت تدور على حالها بعد خسارة أرضها في فرنسا. وفي الاخر كلهم قالوا يا نهار ابيض، ازاي عدى العمر كله في حرب زي دي؟ هو احنا كنا بنتخانق ليه اصلا من الاول؟ لو عجبتك الحلقه قول لنا رايك، وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه عشان ما يفوتكش اللي جاي. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.